اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا الفواحش ما ظهر منها وما بطن وبارك لنا في أسماعنا وأبصارنا وقلوبنا وأزواجنا وذرياتنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واجعلنا شاكرين لنعمتك مثنين بها عليك قابلين لها وأتممها علينا اللهم آمين يا رب العالمين إلي وإلكم ولجميع متابعين الكرام وين ما كانوا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا طيبا مباركا فيه. كيفكم يا أحلى متابعين؟ شو أخباركم؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصلوا على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. طبعا اليوم حبيت أشارككم روتيني اليوم، روتين بسيط. طبعا هذا السوق جبت سبانخ وحمصيص وجبت بقدونس وملفوف، فلفل أخضر، برتقان، كلمنتينا وبطاطا، وبصل، وبندورة، وأفوكادو. طبعا أنا عملت التلاجة، نظفتها قبل السوق. هحط الغراض في التلاجة وأبدأ بالخضار اللي بدها تنظيف. الحماصيص هيني نقيته، ما حبيتش أطول عليكم، حبيت أفرجيكم شو عملت. طبعا أنا نقيته هذا على الرمي، وبدي أنقي البقدونس، أشيل الورقة الصفرة وأشيل العصبة زي ما انتو شايفين قصيتها. هحطهم بكيس وأحطهم بالتلاجة، بس لما أجي أخد منهم حغسلهم. وهنا نقيت السبانخ وحقطعه. طبعا أنا جايبة 3 ربط سبانخ. طبعا هاي كل كمية السبانخ عملتها، وهيني ضبيت كمان الصالون وكنسته ورتبته. وهنا بدي أنظف السمكات، هدول سمك بلاميدا بدي أنظفهم. طبعا إحنا هنا اليوم الخميس، هلقيت الخميس بالليل، فبدي أنظفهم لبكرة إن شاء الله. بأنظف، أنا بحب أنظف السمك قبل بيوم وأتبله عشان ياخد في التتبيلة. سمك، دجاج، أي إشي بده تتبيل بحبه يكون قبل بيوم، أفضل ياخد في التتبيلة أكتر. وهنا هيني فتحت السمكة، بس هذه السمكة الأولى كان طافي الفيديو عشان هيك ما كانت مبينة أول ما فتحتها. بالطريقة هذه بفتحها. أنا عملته معاكم قبل هيك في طريقة السمك السنجاري، فتحته معاكم قبل هيك. نفتحها من ظهرها وبنشيل الأمعاء. طبعا هذا الدم كله بروح. وبشيل السفيرة منها بالطريقة هذه.
وحطيت عليها مية، وهيني بعصر عليها ليمون وبرميه بقشره زي ما هو، وبحط ملح وخل. بدي أزود شوية مي، لازم المية تكون مغطياهم. حغطيهم وخليهم منقوعين لفترة يعني. هنا حطيت فاكهة قبل العشاء، وهنا حطينا عشاء. وهي هنا السمك تبلته، وخلصت تنظيف المطبخ. وإن شاء الله فيديو اليوم يكون عجبكم، وإذا بتحبوا فيديوهات الروتينات اكتبوا لي بالتعليقات. وبتمنى منكم فضلا وليس أمرا اللي مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة ويفعل علامة الجرس ليصلكم كل جديد. ولا تنسوا تحطوا لايك وتعليق، واستنوني في فيديو جديد. مع السلامة.